السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخياتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم موضوع حساس شوية، بصح موضوع مهم وخطير في نفس الوقت. قبل ما ندخل معكم في التفاصيل، الهضرة اللي راح نهضرها راهي أولا مبنية على تجارب شخصية، ثم راني نهضر من حاجة شفتها وحاجة عشتها، ماشي حاجة من وحي الخيال. الموضوع باختصار هو التحرشات والأفعال القبيحة والدناءة، نظن راكم فاهميني، اللي راهي تصرى في المخيمات والرحلات اللي نظموا فيها، سواء مخيمات رياضية أو حتى الكشافة والمدرسة، والرحلات اللي نظموا فيها بعض القطاعات كما قطاع التربية للأطفال الصغار. الشيء اللي خلاني نهضر في هذا الموضوع هو الحادثة اللي صارت قبل أيام. هذاك الطفل الصغير اللي هضرت عليه أمه في القضية تاع مخيمات جيجل، نظن بزاف راهم سمعوا هذه القصة، وممكن كاين اللي ما سمعوش بها. الحاصل شوفوا يا جماعة الخير، سرتوا الناس اللي راكم تبعثوا في أولادكم في هذا النوع من المخيمات والرحلات، لازم تفهموا أنه بزاف من المنظمين للأسف مرضى، أو بالأحرى شواذ. فاهميني؟ شواذ جنسيا، وتلقوهم عيني عينك يديروا في هذا الشيء، ماشي حبا فيكم أو في أطفالكم، لا راه يحوس فقط أنه يفرغ المكبوتات تاعو في هذوك الأطفال. أقسم بالله العلي العظيم، وهذه شهادة مني، وراه ربي حاسبني إذا نكذب عليكم. احنا مثلا أنا شخصيا مثلا بكري كنت نمشي في هذا النوع من الرحلات والمخيمات، سواء مع الكشافة وغيره، وكنت نشوف في بعض الأطفال بعض الأشخاص من الشيوخة وهذوك اللي ينظموا في ماشي كله، اللي راهم منظمين هذيك الرحلة ولا المخيم ولا سون بيتي، تبع في الأولاد، مش كامل، بعض، ويتحرشوا بيهم بطريقة يعني هكا، ساعات طريقة واضحة وساعات هكا في الخفية. ما شفتش واحد والعياذ بالله شاد طفل صغير بعيني، يعني ما صارت ليش اني شفت واحد حاشاكم يستفعل في طفل صغير، بصح متأكد مليار في المية كانت تصرى هذه الحاجات، كانت تصرى في الخفاء، كانت تصرى مليار في المية. هاد الحيوانات، وحاشا الحيوانات والله دي فوا نظلموهم الحيوانات، لأنه الحيوان مسكين، فهمت؟ هاد الناس هاد الحيوانات ما يتلاحوش على أي طفل، لا يعني ما راحش يتلاحى على أي طفل، راهم يخيروهم بعناية كبارة، يعني يحوس عليه بالضوء، يتلاحوا على هذوك الأطفال اللي يكونوا عاقلين بزاف ولا يكونوا هكا خوافين. لأنه أصلا أكيد أي ولي راح يفهم كلامي، الأطفال يختلفوا، تلقى طفل صغير قبيح ويجيب حقه، وتلقاه واعر، وتلقى طفل خفيف هكا وسهل وبالتالي راح يكون فريسة سهلة لهاد الناس. والله لو كنت تشوفوا، يعني أنا كنت أفكر بعض الأشياء، لو كنت تشوفوا بعض المنظمين كيفاش يتعاملوا مع بعض الأولاد الصغار، تكذبوا، يعني يعامل فيه كأنه يعامل فيه مرته، المرأة تاعو، تلقاه يطمع فيه ومتهلي فيه، وقادر حتى يرقدوا في الليل حداه على أساس متهلي فيه بركة، وهي لا، حاشاكم باه يبات في الليل، يا أما يستفعل فيه بريضاه ولا فورس دبراء، وإلا أضعف الإيمان باه يتحرش به جنسيا، وراني كما يقولوا أعي ما أقول، فاهميني؟ وهنا لازم نحل قوسة، أنا راني مانيش نهضر على المنظمين كامل، لا، لأنه التعميم لغة الحمقى، يعني ما تقدرش تجمع الناس كامل ولا تجمع. كاين شيوخة ولا منظمين يخافوا ربي، تلقاه صح كبير في مخه ويعامل فيك كأنك ولده بالمعنى الحرفي، وحنين معاك، وراجل تلقاه صح راجل، بس صح تلقى حبات
حباته في كل مخيم ما تلقاش مثلا واحد برك، تلقى واحد زوج، فاهميني؟ تلقاهم اقسم بالله تلقاه يجري مورا الطفل ويعشق فيه لدرجة كنت تجيب له، اسمحوا لي لازم نهضروا الحقيقة كما هي. لو كان تجيب له مرأة يرفضها رفضا قاطعا ويختار انه يستفعل في ملايكة صغير، ذنبه الوحيد انه مزيان شوية ولا في وجهه ولا بصحته هكا. الموضوع والله العظيم خطير جدا، وبزاف ما على بالهمش بهاد الفعايل اللي يصراو. بصح صدقوني نادرا وين تلقى مخيم ما فيش هاد الصوالح، ما على باليش انا، العلم عند ربي سبحانه، فهمتوا؟ بصح نادرا 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 جدا وين ما تلقاش هاد الصوالح. ما لقيتيش المنظمين هكا، تلقى بعض الناس المنسوبة ليه بار اكزومبل يديروا مخيم يمشيوا معاهم ولاد كبار شوية، 16 17 وولاد صغار، تلقى هذوك الأطفال الكبار هذوك نفس الشيء يستفعلوا في الولاد الصغار. وراني قلت لكم أعي ما أقول، يعني مانيش نهدر عن فراغ، فاهمين يا خوتي؟ أصلا هاد الكاليتي لو كان يسمعوا مثلا بمخيم ولا، تلقاه يجري ورا هاد الفرص، يشوفها فرصة كبيرة، تلقاه قادر ينظم، تلقاه قادر مثلا يطمع في طفل درجة مثلا يرفدوا معاه بلاش، كي يكون مخيم مثلا بالدراهم ولا يرفدوا معاه بلاش، برك با يستفعل فيه وباي، فهمتوا؟ شوف خويا وإلا أختي اللي راك تسمع فيا، إذا ولدك عاقل وشباب يعني هكا مليح في وجهه وفي الفيزاج تاعو، وسرتو لك كانوا من نوع الخواف هكا يجي قيس روح فهمت؟ إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك إلى ما لا نهاية من الإياك أنك تبعثوا في هذا النوع من الرحلات. يلو كان يسرى واش يسرى، لأنه راح يتعرض لواش كنت راني نهضر من قبيلة، وراح يتحرشوا به بطريقة أو بأخرى. وراه ولدك قادر يمنع مرة زوج ثلاثة، بصح احتمالية أنه يصرى له حاجة ماهيش مستبعدة وما تستبعدهاش من راسك. إذا ولدك قبيح ويجيب حقه وماضي أو بالدرجة كما نقولوا حنا شيطان، هذيك هدر أخرى. بصح ديما لازمك توجهه وتنصحه وتفهمه في كل صغيرة وكبيرة، وما كان لا عقلية نحشم وما نقدرش نهدر مع ولدي في الصوالح هادو، لا تهدر معاه وتحلبه، خير ما بعيد الشر يصرى له كارثة. هذه اون جينيرال، لازم نثقفوا ان نهضروا مع ابنائنا، سواء طفله صغيره طفل، نهضروا معاهم في الصوالح هذه، لانه كاين اشياء راهي تصرى ماهيش بعيده، فاهمين يا خوتي؟ شفت قبل ايام فيديو لواحد مدير جمعيه رياضيه في المغرب، حاكم طفل صغير في الشط وامام الملأ يستفعل فيه، ربي يسترنا امام الملأ، مكفري روحه، هو حسب روحه وراه يا اخي يقول ربي سبحانه في القرآن الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فاهميني؟ امام الملأ. هادو ذئاب بشرية وراهم موجودين في الشارع، وإحنا في وقتنا بكري ويصراو هاد الصوالح وبكثرة. أنا يعني مثلا في 2000 2005 2003 ويصراو هاد الصوالح، فما بالك في الوقت الحالي، وفما بالك بالولاد الصغار تاع درك بصراحة، يعني مام الولاد طريين يلبسوا، فهمت؟ حتى الولاد أصلا تلقاها ذكر، راه مانيش ناظر على الأناثينا، تلقاه ذكر وتلقاه مثلا يلبس في لبسه هكا يبين شوية في، فهمت؟ هذيك الأشياء تجذب حاشاكم هذا الشواذ وهذا المرضى، فهمتوا؟ نعاودها مرة أخرى، أنا راني مانيش نجمع، وراه الخايب والمليح في حتى في الجامعة تلقاه الخايب وتلقى فهمت؟ تلقى يا مشيوخ يقريوا في القرآن وحاشاكم يستفعلوا في الأطفال اللي يقرأوا عندهم، وحتى في المدارس نفس الشيء، فاهميني؟ وهنا أولا لازم الولي والأسرة ككل يتحلبوا لهذه المواضيع ويحلوا عينيهم، ولازم بالأخص الدولة ما ترحمش هاد الناس وتسلط عليهم أكبر العقوبات باه يترباو.
ويترباو ميم اللي بعدهم اللي راح ينوي يديروا حاجة كيما هكا يترباو بشكل غير مباشر. لأنه صراحة القضاء تاعنا في هذه المواضيع متساهل، يعني متساهل بطريقة غريبة، يعني كأنه ربي تسترنا يشجعوا فيهم ولا ما فهمتش. جرائم كيما هادو عام حبس و6 شهور حبس وخلاص عادي، ويرجع يدور يسركل في الشارع عادي جدا. لا المفروض جرائم كيما هادي 10 سنين وانت طالع. أنا كشخص نطلب الإعدام هاد الأوباش مع الأشغال الشاقة يعني. ولازم مجتمع ثاني يحمي الأطفال. يعني كتشوف حاجة هكا حاجة بيزار ولا أهدر ريكلامي عيط لابوليس. صدقوني سرتو هاد العفان، هاد الشواذ اللي ما يسواوش بصقة حاشاكم تلقاهم معروفين، تلقاه معروف، تلقاه مثلا في منظمة ولا في كشافة ولا في جمعية رياضية ولا في مدرسة، ولا تلقاه معروف باللي أفعاله خايبة، والناس مطفية الضوء. ويزيد الولي يبعث ولده المخيم صيفي معاه ولا يبعثوا في رحلة معاه. إزاح وش راح تستنى أنت من بعد؟ مهم أنا ما طالب منكم ني اشتراك ني والو، فهمت؟ حاجة واحدة على وجه ربي، بارتاجو. وإذا يا أخي ماكش حاب تبارتاجي هذا الفيديو، يا أخي بارتاجي ستاتي في الفيسبوك ولا نوه لهذه الحكاية، اهدر في هذا الموضوع، حلبوا الناس، حلبوا. كاين عائلات مسكرين ما يشوفوش هاد الصوالح، كاين عباد وصلوا لهم هدرة، وصلوا لهم الانتهاكات هذه اللي راهي تصرى. لأنه ببساطة هذا الموضوع راح ننظروا الناس كاملة، ماهوش غير هذاك الولي ولا هذاك الطفل الصغير راح ينظر، لا المجتمع كامل راح ينظر. علاه؟ لأنه في المستقبل راح هذا الطفل الصغير ممكن هو ثاني يولي شاذ، ممكن هو ثاني يولي يدير في نفس الشيء اللي داروه فيه، ويخرجوا لنا أشخاص مرضى نفسيا وبلك حتى مجرمين. لأنه ببساطة اللي يتعرض الحاجة كما هذه صعيب يخرج منها سلامات. والنية راهي ما كانش النية يا خوتي، يا الولي يا الأخت يا الأم يا الأب، النية ما كانش. مام في خوك وفي بعد الشر راه تصرى حاجات، فما بالك انت تبعث ابنك في مخيم، وسرتو كما قلت لك يكون هكا مسكين عويقل ولا يكون شباب في وجهه راه يطمعوا فيه. علموا أبنائكم الرجولة يا جماعة من الأخر. ولدك يلبس في لبس هكا بيزار هكا شوية، يا خويا لبسوا لبس هكا محترمة محتشمة. ما نذكر الأنثى والذكر سواء الطفل ولا الطفلة، حتى الراجل لازم يستر روحه، لازم. وصلنا الوقت بعد الشر احنا بكري والنية وناس زواولة وناس كذا وتصرى حاجات، فما بالك الوقت الحالي. هذا ما كان خوتي، بقيكم على خير وربي يصلح حالنا ويهدينا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.